لو بتعاني من تشققات في الكعبين أو غمقان أو جفاف، الفيديو ده هيفيدك. في طريقين للعلاج: علاج الجلد من الخارج وتعويض الجسم الناقص منه من الداخل. بنبدأ من الخارج بالحمام الملح الإنجليزي اللي احنا بنحطه في المية وننقع الرجل فيه نص ساعة. المية تكون دافية ما تكونش سخنة، لأن السخنة بتخلي الجلد ينشف أكتر. ننقع الرجل في المية الدافية دي اللي فيها 4 معالق ملح إنجليزي. طب ما لقيتش ملح إنجليزي، ملح عادي، بنسيبه نص ساعة، ولما نطلعها بنخليها رطبة، يعني ما نشفهاش قوي، وندهنها بمرهم بنسينول او اي مرهم فيه ماده البنسينول، وده موجود طبعا في الاجزخانه. وبنلفها بكيس بلاستيك موجود عندك، بتجيب اي كيس عندك جبتي فيه طلبات لفي فيه بس يكون نظيف، وبيسيبها نص ساعه. ولو عايزه توفري على نفسك الخطوات دي، بتجيبي شراب مخصوص من الاجزخانه لترطيب الرجل، بيؤدي نفس النتيجه بس بيريحك وبيخلي الجلد بعد 3 ايام يبدا يقشر بالشكل ده. طب ايه اسباب حدوث التشققات اللي في القدمين عشان نمنع رجوعها تاني؟ في عادات سيئه الناس بتتعود عليها مع الوقت، ان هم بيحكوا رجليهم بحاجه صلبه، والحاجه الصلبه دي بتنشف القدم مش بتطريها. والافضل للرجل ان انت ترطبيها قبل ما تقشري، ولكن لو انت رطبتي رجليك الاول بيحصل التقشير طبيعي، لان الملح اللي احنا بنحطه دوت بيطري الجلد. السبب التاني لحدوث تشققات الرجلين هو نقص فيتامين بي 3. لو انت حليت هتلاقيه ناقص، لان اعراض نقص الفيتامين ده بيسبب خشونة الجلد، فانت بتعوض ده بفيتامين بي 3 لمدة شهر ونص او شهرين. وكمان في حبة زيت كبد الحوت بتاخدها يوميا. اما الاطفال لو كان عندهم تشققات، فطبعا بالنسبة لهم الحباية ممكن تكون تزهقهم، فبياخدوها على هيئة معلقة زيت كبد الحوت. طب لو عندك تشققات عالية قوي، ممكن نحط شوفان مع ملح الانجليزي او الملح العادي. الشوفان بيبقى مفعوله كويس جدا في الترطيب، اللي موجود عند العطار، وده موجود بسهوله وسعره مش غالي، وبتكملي نفس الطريقه، بتلفي وتحطي في سلين والجلد كله بيترطب. لايك وشير للفيديو عشان غيرك يستفيد.